في الجزائر إلى حد الآن هناك غياب الرسمي. المنتخب المغربي الذي فاز بالنسختين الأخيرتين لم يشارك أو لن يشارك إلى حد الآن. هناك أيضا بعض المشاكل عند الاتحاد الليبي، لكن في الأخير هي بطولة لها قيمتها على المستوى الأفريقي، وهي فرصة أيضا لكثير من اللاعبين للبروز، تأكيد الأحقية في الاحتراف وتأكيد أيضا الأحقية في ارتداء قميص المنتخب الأول. هي قيمة البطولة في اعتراف الفيفا، قيمة البطولة أنها تدخل في التصنيف بالنسبة للمنتخبات المشاركة. قيمة البطولة أن اللاعبين المحليين كل لاعب طواق لإثبات وجوده، وبالتالي يلعب بحماس كبير، بجاهزية بدنية، بتحضير فني، بعقلية تكتيكية عالية، يريد أن يثبت وجوده لتسويق نفسه إما على المستوى المحلي وانطلاقا للمستوى الخارجي، لأنه هي فرصة عمره بهذا العمر الصغير أن يلعب بكل ما أوتي من قوة في مثل هذا النوع من البطولات. وهي نقطة وعلامة مضيئة لدى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن تكون هذه البطولة مسخرة لكي يتم منها الاستفادة، والتي كانت فكرتها في 2007 وانطلقت لأول مرة في 2009. أتمنى أن تكون المغرب حاضرة، لأن المغرب أصبحت الآن الفاكهة المفضلة المحببة على طاولة ومائدة كرة القدم العربية والآسيوية والإفريقية. رفعوا راسنا في نهائيات كأس العالم في قطر، نريد مزيد طواقين لمشاهدة الجيل الثاني من لاعبي المغرب في هذه البطولة، بجانب تونس، ليبيا، الجزائر، السودان، منتخبات عربية لها كل الاحترام والتقدير أن تنافس، أن تقدم أفضل ما لديها. المغرب بطلة هذه النسخة مرتين، جمهورية الكونغو الديمقراطية مرتين. أعتقد أننا إن شاء الله المغرب ستكون موجودة، الست منتخبات عربية، الجزائر بخبرتها في احتضان دورة المتوسط الماضية ونجحت فيها بامتياز، أن تحتضن هذه البطولة بعلامة فارقة وبأربعة مدن جزائرية. والشعب الجزائري شعب عربي طيب دوما يستقبل الجميع على الرحب والسعة. موريتانيا أيضا موجودة، وموريتانيا من المنتخبات العربية اللي بدأنا نفتخر ونعتز بها، والتطور الكبير في كرة القدم الموريتانية. 4 منتخبات سبق لها التتويج بهذا اللقب، منها المغرب في مناسبتين 2020 2018، جمهورية الكونغو كما أشار أستاذ عثمان مرتين 2016 2009، ليبيا 2014، تونس 2011. ما يعني أن المنتخب المغربي هو الوحيد الذي فاز بهذا اللقب عندما استضافه فوق أرضه. إلى أي حد يمكن لعامل الأرض والجمهور أن يخدم الآن منتخب الجزائر في التتويج بهذا اللقب؟ بكل تأكيد سيكون عامل حاسم مهم جدا. نعرف بأنه مع مجيد بوقرة تقريبا هذا السنة الثالثة في تدريب منتخب محليين، لعب كذلك البطولة العربية وحقق فيها نتائج جيدة على العموم على الصعيد المنتخب المحلي. لديه كذلك ستاف مميز، جمال مصباح كذلك مطمور خريج ألماني، الأول كان خريج إيطاليا، بالتالي لديه حتى ستاف مميز جدا على الصعيد التدريبي. تصور أمين أنه ما أتمنى أن يحدث أن تنجح هذه النسخة نجاح مبهر لإحراج الكاف في إعادة التفكير في مسألة جعل هذه البطولة مستمرة، لأنه كان هناك حديث عنها قد تكون هذه النسخة هي الأخيرة، رغم أنه موتسيبي لمح أنه قد يتم تعويض قينيا كوناكي التي سحب منها كأس أفريقيا 2025 وقد يتم تعويضها بالشن. وقبل التصريح كان تقريبا ينتهي إجماع أنه هذه آخر نسخة، لكن عندما تنجح هذه النسخة وتصور بأنه خيار الجزائر مميز لنجاح هذه البطولة، أولا ملاعب بالمستوى العالي جدا، آخرهم ملعب نيلسون مانديلا اللي يعتبر من أفضل ملاعب في القارة، ولكثرة خيارات حتى الملاعب تم استبعاد ملاعب بالمستوى العالي مثل ملعب تيزي ويزو. فبالتالي عندما تنجح هذه البطولة ستعطي ربما مستوى عالي لإحراج الكاف بضرورة استمرار لهذه البطولة، لأنه ثمة مسألتين أساسيتين. الأولى ذكرها عثمان هي القدرة، يعني أنها كانت بوابة لإنتاج العديد من المواهب، فرصة لهم للخروج إلى أوروبا. والشيء الثاني ثمة مشاريع كروية أصلا بدأت من الشان نفسه، موريتانيا عرفها العالم الإفريقي على الأقل من خلال بطولة الشان، أن الاتحاد استثمر في منتخب ناشئ محلي، تأهل، أقنع الحكومة بضرورة دعم المنتخب، وبعد ذلك استمر المنتخب في التطور إلى وصل للتأهل الكان. فبالتالي هي بوابة حتى المنتخبات المغمورة أو يعني الحضارات الكروية الناشئة، بطولة مهمة جدا سواء على صعيد التتويج أو حتى التأهل. فبالتالي أتصور بأنه من الضروري تنجح بالضبط هذه النسخة لاستمرار البطولة، إنها مهمة جدا. لا يفوتني أن أسألك عن حظوظ منتخب موريتانيا في هذه البطولة. أنا أتصور بأنه دخولنا في هذه البطولة مغاير للنسخ الماضية، لدينا منتخب شبه جاهز 7 إلى 8 عناصر
يسكن المنتخب الأول. المدرب أمير عبدو يعرف موريتانيا جيدا، منذ سنوات يدرب محليا FC نوادب. المنتخب دخل معسكر قبل شهر تقريبا في الجزائر، بعدين عاد نواكشوط. ثمة اهتمام شعبي خاص بهذه البطولة، لأن موريتانيا ينظرون إليها أنها اللحظة التي بدأت ربما علاقة بالمنتخب هي الشان، في النهاية ثمة شيء خاص مع الشان. هناك اهتمام كبير جدا على عكس ربما بعض الدول الإفريقية. فبالتالي صح أننا وقعنا في مجموعة صعبة فيها مالي نعرف المنتخب المالي دائما قوي على صعيد المحليين، وإن كانت كرة قدم مالي تأثرت بسبب الأحداث الأمنية التي مرت عليه البلد مالي. هناك أنغولا كذلك منتخب جيد، لكن أتصور أن ثمة تفاؤل كبير جدا، أنه طموح الآن ليس بمجرد المشاركة مشرفة، لأنه شيء غير تحقيق نتائج ممتازة مثل الوصول إلى نصف النهائي سيعتبر إخفاق بكل تأكيد للاعب وكذلك الجهاز الفني. قبل أن نغلق صفحة هذه البطولة، أسست في الأول على أساس أنه المنتخب المحلي يطعم فيما بعد المنتخب الأول بالعناصر، ومنح هؤلاء اللاعبين المحليين الذين لا يحصلون على فرصة المشاركة مع المنتخب الأول منحهم فرصة للبروز وربما الاحتراف. لكن في عدد من المنتخبات، مثلا المنتخب الموريتاني سيشارك الأغلبية بالفريق الأول. صح. في عدد من المنتخبات خصوصا الشمال أفريقيا الأساسيون هم محترفون. نعم. وبالتالي إمكانية الوصول إلى المنتخب الأول بالنسبة للاعب المحلي لا تبدو واردة من خلال بطولة مثل بطولة الشان. هي بطبيعة الحال، لأنه الأولوية بعدد كبير من اللاعبين المحترفين في الخارج كما حدث مع المنتخب المغربي. السواد الأعظم من اللاعبين تم تأسيسهم وبنائهم وهم صغار السن في أندية أوروبية عديدة التكوين، لأن التكوين يلعب دور كبير، ومحمدي مدرب يعرف هذا الكلام، المدرب الذكي الذي يحسن عملية تكوين الفريق، بمعنى وهي العملية الأساسية الناجحة. بدون تكوين ناجح لا يمكن أن يكون هناك بناء فريق ناجح، ولا يمكن أن يكون تحقيق نتائج. وبالتالي نستفيد من المدربين الكبار على مستوى العالم. نقطة أساسية هي تكوين الفريق، اختيار العناصر المناسبة اللي بتخدمه وبتخدم أهدافه وبتخدم أهداف النادي الطموح على المستوى المحلي، على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي. هي عصفورين بحجر واحد، إما تكون إيجابية أو سلبية. إيجابية بالنسبة لهؤلاء الشبان أن يثبتوا وجوده، فرصة العمر أن يحترف خارجيا. طالما احترف خارجيا سيرتفع مستواه، لأنه سيذهب لنادي على الأقل أفضل من الأندية التي داخل بلده، وبالتالي يتطور، وبالتالي تكون أمامه فرصة كبيرة للانضمام بالمنتخبات حسب الفئات العمرية. وأعتقد أن هذه البطولة بنتظرها اللاعبين المحليين المغمورين صحيح. على أحر من الجمر لإثبات وجوده في المباريات التي يلعبها على مستوى الدور الأول والدور الثاني وربع النهائي والسيمي فاينل والنهائي. وهو إضافة أخيرة زمان، وغالبية الدوريات وجزء كبير من الدوريات الأفريقية غير منقولة التلفزيونيا، فبالتالي المكتشفين أو الأندية سكاوتينج لا يعرفون ماذا يحدث في الدوري، فبالتالي بطولة الشان تكون فرصة حقيقية للتعرف على لاعب مثل توغو، ناميبيا، دوريات شبه مغمورة، فبالتالي هي فرصة حقيقية جدا لهؤلاء اللاعبين. المنتخب المحلي يعني يختار له زبدة اللاعبين في الدوري المحلي، صحيح، التي لا يراه المكتشف أو المدرب أو النادي في أوروبا وحتى في شمال أفريقيا، فبالتالي البطولة تعتبر تحدي حقيقي جدا لإبراز هؤلاء المواهب وليتعرف عليهم العالم الآخر. صحيح. نتحول إلى